نفتتح يعني المجموعه ان شاء الله. يلا ربنا يبارك لكم كده في المكان الجديد ويبقى فتح خير عليكم. بس اهم حاجه ان احنا نحافظ على الحاجه القيمه التاريخيه اللي احنا قاعدين جواها ان شاء الله. يعني ممكن قبل كده كان شغال موجود برضه كل حاجه، بس مع النظام الرزق يزيد على فكره بالعكس. ان شاء الله الناس كلها عندها استعداد للتعاون كلنا مع بعض عشان نقدر نظهر كويس، وان شاء الله نواكب الحداثه اللي حصلت في المكان باذن الله. بص اللي بيحصل في المنطقه كلها يعني ده حاجه معجزه كبيره. ف مصلحتكم او مصلحه اللي جاي لنا ان هو ماشي من هنا يقول احنا عايزين نيجي تاني، ما يبقاش عنده اي شكوى او عنده ملحوظه. لا بالعكس، هو شايف الواحد اللي وقف عنده واشترى سوفينير ولا حاجه هيقول انا وقفت مع محمد احمد جرجس اي حد، انا اتبسطت ان انا اشتريت معامله جيده ومعامله جميله. تاني يقول لغيره. طبعا احنا الورد اوف ماوث في الحاجات دي او يعني كلام الناس بينها وبين بعض اقوى كتير قوي من الدعايه. طبعا الدعايه المباشره من الفيدباك لما حد يجي يقول لصديقه ويجي تاني، واحنا بنبقى سعداء جدا ان لما حد يجي يقول لي انا كنت عندك اكسبيرينس عشان كده باد اكسبيرينس بتحتاج تبذل من 7 ل 10 اضعاف الجهد عشان ترجع تقول انا كويس. اللي وصلنا له حلو قوي، بس اللي عايزين نوصل له بقى يبقى لا باذن الله ما نرجعش يعني الناس كلها مصممين. انا عارف واحنا معاكم يعني انتوا من قلب المكان هنا واحنا محافظين عليكم لان انتوا جزء من التاريخ ده، وولادكم ولادكم ان شاء الله يبقى ده اللي بتديه لهم. ربنا يكرمك. يا فندم كمان احنا الحمد لله في تحسن مستمر، احنا كل فتره بنعمل استبيان كده من غير ما حد بيعرف الفيدباك بتاع الناس ايه. بداوا يقولوا بالظبط، بداوا كمان كان في للاسف يعني زي ما الشكل اتغير ضغط كده الجوهر يتغير. ده الفكره، الشكل الجميل ويساعدنا نقدم منتجنا بشكل افضل. ده هيدينا بس الوشوش المصريه دي ما ينفعش الناس تمشي من عندها زعلانه، لازم تبقى مبسوطه. يعني الناس كلها حريصه جدا. اهم حاجه ان الجست اللي جاي ده هو ضيف عندنا، هو مش بيتعامل معامله هو كمان اللي بيجي مصر المفروض ما يحسش انه ضيف، يحس انه جوه البلد. بس خلاص فانا عارف ان انتوا اهل الكرم يعني. ربنا يخلي حضرتك، ويا رب ان شاء الله اسمع عنكم دايما كل خير، وما اجي ازوركم كده يعني الناس اللي تعرفني تقول لي ده احنا جينا واتبسطنا واشترينا.